تقدر تبيع المصباح هذا بثلاث طرق. أقدر أبيع لك إياه، أقول لك هذا مصباح للبيع 100 دينار، يا تشتريه يا ما تشتريه. به. الطريقة الثانية أحط لك المصباح هذا في بس راقي وأحط عليه ماركة براند حلو، وأقول لك هذا ب1000، أنت راح تقتنع شوي. به. والطريقة الثالثة الطريقة الثالثة راح أحطيه في بوكس راقي، وراح أحط شهادة قصة المصباح، الحجر من أي دولة، الحجر هذا فيه حشرات داخله من المسابيح الغالية. الحجر هذا في حجر نادر جدا، في حشرات داخله، في صخور داخله، في برشا أمور. راح أكتب لك قصة الحجر من أي دولة، والحجر يكون تقريبا عمره مثلا 10,000 سنة، اللي استخرج الحجر مين وكيف استخرج الحجر، وكيف كان التنقيب عن الحجر بعد ما جابوا الحجر، المهندس اللي قص شنو سيرة المهندس ومن أي دولة وشنو الهيستوري تاع المهندس. في هذه الحالة أنت تقدر تبيع المصباح هذا ب100,000، وهي نفس السلعة. ترو. أنت كيف تسوق عنها؟